إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا هكلمكم على القناة الإنجليزي بتاعتي الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الوقت يا جماعة احنا عايزين نعرف ليه احنا بنقعد نتعلم 18 سنة إنجليزي في المدارس وبنطلع ما بنتكلمش إنجليزي؟ هل العيب فينا؟ هل العيب في المدرس؟ هل العيب في المنهج؟ العيب فين بالظبط؟ طيب أنا عايز أعرف يعني إيه إنجليز، ويعني إيه إنجليزي، ويعني إيه إنجلترا، وهل فعلا اللغة الإنجليزية هي مشتقة من اللاتيني زي ما بيقول الناس ولا حاجة تانية؟ طيب امتى بنستخدم are you وامتى بنستخدم do you؟ طب ايه الفرق بين السنتنس والفريز والكلوز؟ ايه فايدة verb to be؟ وامتى بنستخدم الأداة الأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية؟ ايه وان قبل أي اسم في اللغة الإنجليزية؟ يعني ايه نكرة؟ وليه بنستخدمها من أصله؟ طب ليه احنا عندنا في اللغة العربية ما بنستخدمش حاجة؟ طب هل ممكن احنا نستهجن الإنجليزي ونكتبه زي ما بنكتب العربي؟ هل في طريقة؟ احنا عندنا في العربي 3 افعال، في مضارع وماضي ومستقبل. طب ليه الانجليزي فيه ازمنة كتير؟ طب وليه في العربي احنا بنسميها افعال ولكن في الانجليزي بنسميها ازمنة؟ انا عايز اتكلم انجليزي وعايز اتعلم انجليزي اقدر استخدمه وانا مسافر، مش الانجليزي المكتوب في الكتب. انا عايز اتعلم الانجليزي اللي الانجليز بيستخدموه، وفي نفس الوقت انا عايز انجليزي ينفعني في دراستي. يعني انا مش عايز اتعلم اللغة العامية بتاعت الشوارع فقط، لا انا عايز اتعلم لغة تفيدني في جميع الاحوال. يعني اقدر افهم اللي هو الراجل بتاع الشارع وفي نفس الوقت تفيدني في دراستي. انا عايز اقدر اعبر عن اي حاجة جوايا باللغة الانجليزية زي انا بقدر اعبر عنها في اللغة العربية. عايز اقول مثلا حوالين النجوم في عز الظهر، انا كده جبت اخري. انا عايز افهم نشرة الاخبار بالانجليزي. انا عايز افهم الافلام من غير ترجمة. انا عايز اقول اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. انا عايز اقول الوقت سرقني. انا عايز اقول بطقطق صوابعي. عايز استخدم اللغة الانجليزية زي ما بستخدم العربي. عايز اعرف لما بروح سفارة اي دولة عشان اخد تأشيرة بيسألوني في ايه وانا بقول ايه وبرد ايه. طب الوقت انا في اي دولة، رحت اي دولة وعايز احجز تذكرة سفر من مكتب السياحة او من مكتب السفر، طب بقول ايه وهما بيقولوا لي ايه؟ طب لما جوع وعايز اكل الاكل حلال مش حرام، اقول ايه وادور عليه فين وازاي؟ عايز اسافر ادور على شغل، طب ادور عليه ازاي؟ طب اسال اقول ايه؟ طب عايز انام وفي نفس الوقت عايز حاجه ما تكونش غاليه، طب ايه الحاجات المتاحه؟ واروح اقول ايه؟ اسال عن ايه واقول ايه؟ عايز اتقدم لمقابله شخصيه، طب هما بيسالوني في ايه وانا بقول ايه بالانجليزي؟ طب اما اروح المطار، الضابط بتاع المطار بيسالني في ايه وبرد عليه اقول له ايه؟ طب انا تعبت وانا بره، عنده صداع، عندي مغص، اي حاجه، طب اروح فين واقول لهم ايه؟ انا عايز حاجه طبيعي مش مصطنع، استخدام فعلا يومي، استخدام حقيقي. طب انا عايز لغه تكون لغه تعرف الناس ان انا واحد متعلم مش واحد جاهل. هل اي حاجه انجليزي اسمعها ارددها ويبقى ده انجليزي مظبوط؟ ولا في مستويات للغه؟ طبعا في مستويات للغه. يعني مثلا احنا في اللغه العربيه اما تيجي تتكلم واحد خريج جامعه غير ما تيجي تتكلم واحد عربجي، ده ليه لغته ليه مصطلحاته، ده لغته ليه مصطلحاته، بس انا بفهم الاتنين وده المطلوب. المطلوب انك تفهم ده وتفهم ده، بس هتتكلم باسلوب معين، مش هتتكلم باسلوب العربجي ولا اسلوب السواق ولا اسلوب اللي هو الراجل اللي بيشيل الزبالة. خلاص، بس انت بتفهم ده وبتفهم ده وبتفهم ده، وبتبدأ ان انت بتتكلم باسلوب تاني مختلف. هي دي اللغة. كل ده هنتعرفه ان شاء الله لما تشترك في القناة بتاعتي الجديدة وما نبدأ القناة ان شاء الله. بإذن الله انا هبدأ القناة بتاعتي ديت لما يوصل عدد المشتركين 1000 اشتراك، فياريت تدعموني عشان اقدر ابدأ القناة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.